يعطيكم العافية، تحياتي لكم ورحب. ممكن في ناس قالوا لي وكرروا وصدق سمعها أكثر من مكان. بيقولوا لي أنت حكيك بيقهر أو حكيك بينكرز، وناس بيقولوا لي أنت حكيك كتير لادع. وفي ناس قالوا لي، وهو يلي أنا بعتز فيها هالكلمة، قالوا لي أنت لو بتجيب الواحد بتسب له أمه اريح بكثير ما بتحكي معه بهالاسلوب. يمكن لنوع من فظاظه، بس هالفظاظه ما حتجي الا لمبررات. يعني واحد نازلين الغلط فيه وببلده وبدينه عشرات السنين، بدكم اياه ما يكون فظ مثلا؟ بدكم تجوا تقلبوا اللا منطق تعملوه منطق، والمنطق هو بيصير عندكم اللا منطق. يعني تحت اي بند بدكم الواحد ما يكون عصبي او ما يكون يحكي بطريقة كتير لادعة؟ وانا عندي شغلة انه انا طريقتي لادعة، بس ولكن بحكي الشخص من دينه، من كتبه، كشخص دارس للأديان. وبحكي الشخص اذا كان عم احكي بشكل سياسي بدي احكي من الايديولوجية اللي بيتعاطى فيها حزبه وشخصه، ومن السياسة المعاصرة اللي عم نشوفها يوميا كمان نفس الشيء. اذا انا لا بشتمك ولا بشتمك بامك ولا بشتمك بابوك ولا بشتمك، مع انه بالنسبه لي مفترض اعمل هيك، بس نحن ديننا بيمنعنا هالشيء. هلا بدي فوت بالموضوع بشكل سريع. بيجوا بيقولوا لك هذا حزب الله، حزب قاتل عن لبنان وحزب حرر لبنان. طيب يا اخي، حرر لبنان، رجع جاب اليهود ويجيبهم لهون، خلصنا، ما عمل شيء. حرروا ورجع جيبهم، ما عملنا شيء، خلصنا. يعني حاجة تمنينونا. واحد، خلينا بحرر لبنان. ما حرر لبنان، كان في انسحاب احادي الطرف، وكان في مشاكل بين ايران وبين اسرائيل لحديث ما تمموا المشاكل بيناتهم. عطوا نصر وهمي لحسن نصر الله، مشان فيما بعد حسن نصر الله لانه كان خارج عن الحكومه عطوه نصر، عملوا له اياه نصر الهي مشان يقعد يفوت على قلب الحكومه ويخوزق البلد ويبهدل البلد، وتم يلي تم. يعني كمان ما الكم فيها. وهي يلي انا ما فيني فندها، لو بدي فندها بقعد 3 ساعات. بس عم اعطي المختصر المفيد. انا وصل حسن نصر الله. دائما نحن بنحكي الدولة المارونية هي دولة عنصرية، الدولة السنية هي دولة بتبني، بس المشكل ما بتقدر تسيطر على الحرامية وبتحب تراضي كل الأطراف. هاي المشكلة نحن عنا أهل السنة. لو نحن وايا كنا ما بنرد على حدا وبنبني واخر همنا الكل. بس المشكلة الله يرحمه الشيخ رفيق الحريري، يلي هو على راسنا كلياتنا بنحبه، الله يرحمه وربنا من فوق انتقم له. آه هو وابنه فيما بعد حابة شوي يمين شمال، عمل شعب مقاومة وجيش. وانا كان يعني هي كلمة مقاومة هي اللي خربت بيتنا يعني. بس يمكن ما كان في وقت الا ما يعمل هالشي لان كانوا قوية. بس اخر الشيء كحسن نتيجة حسن نصر الله أو خيانة حسن نصر الله أو خيانة الشيعة المتأيرين كانت أنه هو كل ما يبني بناء كان يعمل حسن نصر الله مغامرة حربية متفق عليها أكيد، يحط لهم شو بيقولوا لهم سيم كارد أو يحط لهم علامات جسر خلاص ليقصفوا جسورها، مدارس خلصت ليقصفوا المدارس، مستشفيات تم بناءها ليقصفوا هالبنايات المستشفيات. اذا اي شغله عملها الحريري كان رد حسن نصر الله هو قصفه عن طريق اليهود والاسرائيليين. بعدين ليتني لو كنت اعرف. بعدين بيغني الحسن نصر الله ميجانا وعتابة. بعدين اذا وقت لما بلاقي نحن عنا هون الشيعة المتأيرين عملوا هالعمايل كلها، اخر الشيء سيطروا
وطيروا السني على جنب، وصاروا بدهم يعينوا السني يلي بدهم اياه، يلي هو قومي وبعصي ومدري شو جنسه، مثل حسان دياب وغيرهم وغيراتهم. وبعدين اللي ما في واحد سني بيرضاهم، بيرضى على شرفنا يجينا واحد مثل هيدا يمثلنا، هو ولا فيما بعد الحكومات اللي اجت من بعده كلياتها. بعدين صاروا بيفتخروا نحن منحط السني ونحن منشيل السني. فهلا بدكم بعد هالحديث اللي حكيتوه انتو والخنازير يلي حكيوا هالحكي، بدكم اخر شيء السني يقول واو يا حبايب قلبي يلي بدكم انتو على الراس وعلى العين، ويغني لكم اغاني فريد الاطرش اامر على الراس وعلى العين. هي طويله على رقبتكم. وبرجع بقول لكم الخنزير ما بحياته صار اسمه بسان. واي مسؤول خنزير حكي شيء على طرابلس، ولا حكي شيء على المسلمين، ولا حتى حكي شيء على غير المسلمين، ما حدا حيسامحه. ما نحن منا هون انتم ما ارجيتونا الابيض لنرجيكم الابيض، ما ارجيتونا الخير لنرجيكم الخير، ما حطيتوا فينا النية الحسنة ونحط فيكم النوايا الحسنة. بالعكس نحن كل حياتنا، أنا بعرف بالنسبة لإلي أنا متربى إنه خلاص كلياتنا إسلام. لما صرت بعمر محدد اكتشفت الطامة الكبرى. لما صرت بال15 وفتت بعدين وتعرضت لعدة مواقف، هون اكتشفت، وهذا اللي خليني انجبر فوت ادرس الأديان أنا. والا انا كنت قاعد عم غني بالعكس، وكنت امدح فيهم اكثر ما نمدح بطوائفنا. عموما بالنسبه لهالي بيهددوا بيرقصوا هذا ليكو، هي شغله ان شاء الله. هلا انا ادعو يلي انا بتمناه، ما شرط اللي انا بتمناه حيصير، لا، بس من المفترض حزب الله او حزب حرام، ما في شيء اسمه حزب الله، استغفر الله العظيم، حزب قاتله الله، هذا لازم يطلع برا، وما يعود في شيء اسمه حزب قاتله الله. هذا الحزب الذي لعنه الله الذي يكون برا هو، ويتحاكم كل شخص دخل على سوريا، وكل شخص كان له اي اثر بحزب الله، هذا لازم يمسك من ذنبه ويفوت على الحبس. واي هال اللي بيلتوا وبيعجنوا هال المفترض كمان يتعاملوا بنفس المعامله. بنفس الوقت ما حينبنى حكومه جديده الا ما نخلص من الموجودين العوامل المؤثره بالبرلمان يلي بتبني حكومه عباره عن تدوير نفايات. ويلي بيخوف هو تدوير النفايات، لان السنه مثلين النفايات عندنا بلبنان، وما بدنا ترجع تتدور النفايات من تاني وجديد، ولكن كلمتي بتنقالوا من على السطح، واخر هم الدنيا كلياتها يلي حطوا لراسي على كتافي هو اللي بيشيله. ويعطيكم العافيه.